انا شخصيا رجعت 1400 يورو وشويه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انت لو طالب تدرس في المانيا واكيد شغال مثلا فيرك ستودنت او تايل سايت، فانت اكيد بتدفع ضرايب بس انت مش واخد بالك. ففيديو النهارده هقول لك ازاي ترجع ضرايبك دي، يعني بطريقه سهله جدا وقانونيه، وحرفيا ممكن تتفاجئ من الارقام، من الرقم اللي هترجعه، يعني ممكن رقم قليل. انا شخصيا رجعت 1400 يورو وشويه، حرفيا مرجع 1400 يورو وشويه اول ما جيت. فخليك معايا لاخر الفيديو، ويعني خليك معايا خطوه بخطوه. زي ما انتم عارفين يعني ان المانيا يعني ضرايبها كبيره جدا، لانها بتحسب الضرايب ديت على يعني طوال شغلك طول السنه. بس انت كطالب، زي ما انتم عارفين ان الطلبه هنا مش بيشتغلوا مثلا طول السنه، او بيشتغلوا جزء بسيط جدا، وليكن مثلا ميني جوب او تايل سايت او فيرك ستودنت، فشغلهم بيبقى قليل جدا، وبالتالي الراتب بتاعهم بيبقى قليل جدا، يعني ماكسيمم ممكن 1000 وشويه. تمام. عشان كده هنا المانيا مش بتاخد ضرائب من الطلبه، او يعني بتاخد ضرائب من الطلبه بنسبه بسيطه، بس كمان بيرجعوها اخر السنه. تمام. فبالتالي انت يعني دلوقتي يجي دور اللي هو الكليرنج ده، اللي هو الاقرار الضريبي ده، اللي الواحد طالب مننا بيعمله اخر السنه، وبيرجع حرفيا كل اللي دفعه. كل حاجه مثلا دفعها للشغل، ومثلا وليكن من مواصلات، مثلا لو مش معاه كارت، او مثلا لو معاه عربيه مثلا وبنزين بيدفع لها بنزين وهو رايح الشغل او هو جاي من الشغل، اي حاجه تبع الشغل انت بتقدر ترجع فلوس. او مثلا لو جبت اي حاجه تستخدمها في الشغل، مثلا وليكن جبت معدات للشغل او لابتوب اي حاجه تبع الشغل، تقدر تكتبها في الاقرار الضريبي، وحرفيا كل الحاجات دي سعرها او فلوسها بترجع لك تاني. فانا حابب اقول لك يا صديقي انك عاوزك تعمل اللي هو الكليرنج ده، يعني حتى لو اشتغلت يعني شهور بسيطه، حتى لو اشتغلت شهر او اتنين او تلاته بس في السنه، حتى لو اشتغلت يعني فتره بسيطه جدا في سنه، اعمل الموضوع ده هيرجع لك فلوس. يعني انا اول ما جيت هنا 2022 شهر 6، ضليت من شهر 6 لحد شهر 10 كده ما اشتغلتش. اشتغلت في شهر 11 وشهر 12. تمام. ورغم من كده عملت الاقرار الضريبي ده، ورجع لي 400 يورو وشويه. تمام. فانت ما تتهاونش بالفتره اللي انت اشتغلتها، حتى لو شهر واحد بس في سنه اعمل عليه الكليرنج ده. تمام. فنيجي بقى للحاجه اللي بعد كده، وهي ازاي انا عملته وازاي انا رجعت فلوسي. على ايامي اما رحت انا عملته، كنتش اعرف ان في ابلكيشن وكده. رحت مكان اسمه الفينانس امت، ده مكان بتروحه، ده موجود في كل مدينه. تمام. بتروح تقول لهم انا عاوز اعمل الاقرار الضريبي او الكليرنج كده. تمام. بيقول لك انت عاوز تعمله سنه كام، يعني انت ممكن تعمل سنتين مع بعض، 3 سنين مع بعض. تمام. فانا كنت ساعتها لما عملته ما عملتش بتاع 2022 لوحده، يعني سبته. يعني قلت مش مشكله، هيبقى مبلغ قليل، وقلت هعمله مع السنه الجايه. فاستنيت لحد اخر 23، اول 2024 رحت عملته. قلت له انا عاوز اعمل ل 2022 و2023. اخدت منهم ملف ورقه لده للسنه دي، والملف للسنه دي. بتملى فيها بياناتك الشخصيه عادي جدا. وكمان بعد ما تملى بتبقى بعد ما تملى بياناتك الشخصيه ديت، بتدي لهم الورقه عادي بقى وبتنتظر. بس دلوقتي عرفت في موقع حلو جدا او ابلكيشن تقدر تعمل عليه بكل سهوله وانت في البيت. ايه بقى الموقع؟ اسمه اشتويا جو دوت دي اي. ده برضو ابلكيشن سهل جدا بتنزله واستخدامه سهل، انا شفته يعني. ناوي اعمل عليه ان شاء الله السنه الجديده. فده بتنزله وتملى بياناتك فيه اللي هي بياناتك الطبيعيه جدا. وبيطلبوا منك ورق ايه بقى؟ ورق اول حاجه بيطلبوا منك اللون مش يكون ده، اللي هو الورقه ديت بتجيلك على طول بعد كل شغل. تمام. الورقه ديت بتجيلك بعد كل شغل، او بعد في نهايه كل شهر من الشغل بتاعك بتجيلك من صاحب الشغل. تمام. فدي الورقه ديت معاك. تاني حاجه بتجيلك، تاني حاجه انت محتاجها، اللي هي الشو اي دي ده اللي هو الرقم الضريبي بتاعك، فهو اكيد معاك. ده بيجي لك اول ما تدخل المانيا على طول وتعمل انميلدن في البلد. بتحتاج الحاجتين دولت. وتالت حاجه بتحتاج مثلا لو انت، اللي هو لو انت شغال دلوقتي في الوقت اللي انت بتقدم فيه، يعني بيطلبوا منك عقد الشغل وكده. واخر حاجه بيطلبوا منك اثبات انك طالب، اللي هو بيان القيد يعني، طبعا معاك لو انت طالب. فدي كل طريقه انت تقدر تقدم بيها.
بس حرفيا بيرجع لك كل حاجه، يعني زي ما قلت لك اي حاجه حرفيا، يعني لو انت معاك عربيه وبتروح بيها الشغل تاخد، يعني بيرجع لك حق البنزين بتاعها اللي هو كل ده يعني ايه، و- وهي اوراق بس المطلوب منك اللي انا قلتها لك دي. وبتنتظر بقى من حوالي من 6 اسابيع ل 8 اسابيع. انا لما جيت لي قعدت شهرين بالظبط، ولقيت ال 1400 1400 وشويه داخلين على كنت على الحساب يعني. فهي طريقه سهله جدا، ويعني ما مش صعبه، يعني من غير ما تحتاج اشتراك بغلطه او الكلام من ده ياخد منك فلوس والكلام من ده. لا اما تروح بنفسك المكان اللي هو فينانس امت ده، لا اما تعمل على الابلكيشن. إيه ف يعني اللي هم زي ما بتقول كده بيحوشوا لك يعني فلوسك. انا شايفها حاجه حلوه، هي مش حاجه وحشه، يعني هم بياخدوا منك جزء كل شهر مش بتحس بيه، تمام، يعني ولكم 80 يورو ماكسيمم، و واخر السنه بقى بيرجعوا لك يعني ايه، هم زي ما تقول بيحوشوهم لك كده. فانا شايفها حاجه حلوه جدا. فيعني نصيحه مني، اعمل البتاع ده كل سنه او حتى كل سنتين، ممكن تعمل اصلا يعني تعملهم سنه مع بعض، او ممكن تعمل سنتين مع بعضهم او 3 سنين مع بعضهم. المهم تعمله، عشان انت ممكن تكون دافع فلوس يعني، وهي اصلا حقك انك تعرف ترجعها، بس انت مش عارف او مش حاطط في دماغك، وبقى مبلغ كويس، فاهمني؟ ف نصيحة مني اعمل الموضوع ده، حتى لو اشتغلت شهر واحد بس في السنة او شهرين او اي حاجة، اعمل الموضوع ده هيرجع لك فلوس كويسة بيحوشها لك. وبس كده، اتمنى يعني تكونوا استفدتوا من الفيديو. ولو يعني حابين موضوع اكتر عن الدراسة هنا والشغل يعني، شجعوني بقى عشان ايه سبسكرايب، إيه ابعتوا لاي حد هنا في المانيا. وبس كده، اتمنى تكونوا استفدتوا وما تنسونيش بدعوة حلوة، واشوفكم في فيديو جديد.